اولا اهلا بيكم كلكم. النهارده مؤتمر بورسعيد حديث الولاده 16. مرحب الاول بيك كدكتور اسامه، ومؤتمر ال 16 الناجح زي كل سنه. شوف بقالنا كام سنه مع بعض في نفس المؤتمر. معايا من اول مؤتمر. من اول مؤتمر من ايام بالظبط. والنهارده طبعا معانا نجم يا فندم والله نجم ولا السوشيال نجم ولا حاجه بقى. دكتور هشام عبد القادر، اهلا بيك. جراح الاطفال. طبعا اجمل تايتل يعني جراح اطفال بس. ولا تقول بقى. بص، انا سعيد الاول انك قعدتني مع الجروب، يعني ان انا والدكتور اسامه في جنب مع بعض، عشان اقول لك ان الدكتور اسامه ده جروبي. ولا تقول لي هايفه ولا تقول لي روب. فاحنا مع بعض بقى، يعني ايه، هناكلك هنقطعك. طيب احنا طبعا الناس كلها متابعاك على السوشيال ميديا، وعندي اسئله كتير، بس اول سؤال هساله لك كدكتور، افترض دكتور والشيك وبتاع، والناس دايما عندها هيبه الدكتور. كان بقى مره اتشتمت في اللي انت بتعمله؟ ايه ما يكفيناش حلقه واحده. يعني هنكتب كتب يعني. بس ردي على ده دايما ان الناس بتحب ما تألف. يعني دايما زي ما انت قلت كده، الدكتور ده ليه سمة وشكل وطريقة وبتاع، واول ما توريهم حاجة غريبة على اللي هم بيألفوه فيرجموك بالطوب طبعا يعني. ويبقى الحاجة الجديدة دايما غريبة، والغريب احنا بنخاف منه فبنرفضه. يعني اول رد فعل ان احنا لا، ايه ده وحش، مش عاجبني. مش عاجب. في الاخر بنلاقي الناس كلها عاجبها. في الاخر ما هي محتاج بقى منك انت الشخص اللي بيقدم الحاجه الغريبه ده، ان هو يعني اذا كنت انت بتعمل ده لرضا الناس ولقيت ان الناس مش راضيه، فانت اكيد هتبطل في الاول، صح؟ بس لو انت بتعمل ده الهدف والكوز والقضيه وانت مقتنع بيها، وبتظل مثابر، او بتعمل اللي انت بتعمله ده وبرزيستنت عليه، بعد شويه يبتدي الناس تتحول وتبتدي تألف اللي هي بتتفرج عليه وبتشوفه. انت الفكره اصلا جات لك ليه؟ مش هقول لك ازاي، ليه؟ سيبك بقى من الجزء جات لك ازاي، وحكيت لك وجات لي في بص، تقدر تقول كده يعني. انا بقول للناس ساعات ان انا ايه، اتعرضت للكوزميك ريز او ما اعرفش. بس انا بعد الكورونا اختلفت قناعاتي في حاجات كتير. لا، وابتديت اتمرد على الوضع الحالي، زي ما بيقول مش عارف مين بيقول اتمرد على الوضع. مدحت صادق. مدحت صادق. اتمرد على الوضع. فابتديت ادعي ان انا كنت متمرد شويه من وانا صغير، يعني بطبعي، بس في حدود، يعني في حدود الاسره وفي حدود المجتمع وفي حدود حاجات كتير. وزايد بقى الحدود دي كل شويه، ان انا لا يعني، مع كامل تقديري واحترامي لحضرتك، بس انا هعمل اللي يعجبني انا. وابتديت بالعكس اخد الموضوع تشالنج بقى. يعني ده مش عاجبك، طب هعمله. بس هو مش عاجبك، هعمله. بالظبط. ف يعني تقدر تقول امتى، ولا كان سؤالك امتى ولا ليه؟ لا، ليه؟ ما هو ليه، لاني مش عاجبني. يعني مش عاجبني القالب اللي احنا بلغه اهل الميديا بقى متركورين فيه. يعني عارفين الراكور؟ ما حدش عارف الراكور، صح؟ عارفين الراكور ده اللي هو انت بتمثل شخصيه، فالشخصيه دي ليها سمه وليها شكل وليها مثلا قصة شعر او حاجه معينه، فيتظل بالراكور بتاعك او بالشكل بتاعك. فانا مش عاوز الراكور ده يعني، او مش عاوز. ليه ما يبقاش الدكتور شخص عادي زي ما خليق ربنا، يلبس ملون، ما يلبسش بدله، يطلع يهزر يرقص يضحك، يعني واي نوت؟ ما هو بني ادم زيه زي بقيه خليق ربنا يعني. دكتور اسامه، يعني دكتور هشام ادانا مثل رهيب، والاطفال كلها بتحبه. لسه هنحضر قصه الاطفال كمان، وهو جراح اطفال. بس هل ده ممكن يطبق كنموذج اساسي في المستشفيات؟ يعني احنا ممكن نيجي نطبق ده كتخفيف على الاطفال، او ان انا احاول ان انا ادخله هي في الحقيقه امثله كتيره جدا، ويمكن كلنا طبعا شفنا يمكن فيلم باتش ادمز. بالظبط كده. وازاي ان كان بيبقى في شخص بيخش المستشفى يتسحب عشان يخفف عن اطفال الاورام. اكيد انت شفت معايا الفيلم ده، بتحب النوعيه دي. فازاي كان بيخش، ما كانش المستشفى اكسبتد الفكره
وكان بيخش بيتسحب ويخش بيتنكر ويخش بقى ويطردوه ويخش تاني ويقعد يعمل حركات قدام الاطفال وبتاع. بقى في الاخر المستشفى اكسبتد لما لقوا ان في نتيجه، وان بدات الاطفال دي، اطفال الاورام بالذات، اطفال الكرونيك بيشنس دول، بدا ان هو يبقى فيه اختلاف، فبداوا يتقبلوا الفكره. ويمكن مع بدايه التامين او قبل التامين شويه اتعرض عليا حد من المشروع الايطالي اللي كان شغال بورسعيد لامراض قلب الاطفال، ان حد يجي، هو شاب لبناني عايش في اسكندريه، انه يجي يزور الاطفال ويخفف عنهم الكلام. ويمكن حتى ده لجأنا له بعض الاحيان، ان يجي زيارات مختلفه، سواء من منظور ديني، من منظور مجتمعي، من منظور ترفيهي، وده حصل بالفعل يعني. فهي الفكره طبعا واي نوت، يعني ان هو يبقى في منظور جديد. وانا دايما يعني بؤمن طبعا باختلاف الاجيال واختلاف طبعا. يمكن احنا على ايامنا لو دكتور دخل مثلا شعره طويل منكوش مش عارف ايه الكلام ده، يمكن ما كان حاجه تبقى مستجنه. النهارده لما بشوف شباب داخلين دكاتره وبتاع بنفس او بالزيه او الكلام ده، بقبله من منظور ان في اختلاف في الاجيال، وان احنا اكيد بالنسبه للي قبلنا كنا برضو شكلنا غريب بالنسبه لهم. فواي نوت ان هو بنبص لجوهر الشخص نفسه وادائه وعمله. يعني مش الفكره بس ان يكون شكل وزي واتيتيود معين، لكن يمكن برضو العمق بتاعه اكتر يبقى مؤثر يعني. دكتور هشام، عميق يعني. شايف انا بس متفق يعني. طيب دكتور هشام، هل يعني طبعا انت جزء عملته عشان تخفف حته التوتر شويه عند الاطفال، مين الاطفال اكتر اللي اثروا فيك قوي، اللي حسيت انك بتعمل معاهم فرق؟ طبعا كل واحد، لكن بيبقى في حاله عن حاله بتفرق. لا، هو زي ما الدكتور اسامه بيقول، هو يعني كل ما الطفل ده سيك اكتر وتعبان اكتر، ده بيحفزك اكتر ان انت تبذل مجهود انك تخفف عنه. ف يعني متذكر في ولد حبيبي كان عامل فوق ال 30 عمليه، ما بين بقى اكزيميشن اندر انستيزياز ودايلاتيشنز، وهو كان عنده هيرسبرونج وعمل عمليات كتير وبعضها ما كانش انديكيتد يعني. والولد يعني فقد الامل وفقد الثقه وكل حاجه، وكفر بالطب يعني تقدر تقول كده، من كتر ما اتعرض لمواقف كتير صعبه في سن صغير بدري قوي. فده يعني متذكره جدا، لانه كان يعني فرق معاه قوي اللي انا عملته قوي، لدرجه ان امه كانت حتى لما بتجد صعوبه في انها تتعامل معاه في البيت، لان هو كان زي ما قلت لك خلاص هو مش عاوز حتى هي تساعده في البيت من كتر ما هو اللايف ستايل كان يعني صعب. فكانت تجيبه لي العياده عشان هو بيقتنع بيه، او يعني انت قدرت تاثر فيه. فطبعا كل ما كان الطفل هو الكونديشن اللي عنده اصعب، كل ما ده بيحتاج منك انت مجهود اكبر. عموما الاطفال بتميل لفكره ان هو مش عيان. عشان انت لما بتعمل الحاجات اللي انا بحاول اعملها دي، انت بتتدخل ده بسهوله في دماغه ان انت مش عيان، انت مش تعبان، انت مجرد سيتويشن هنمر بيه وهنخرج منه ان شاء الله بالسلامه. فهو بيجي معاك بسهوله لان هو مش عاوز يحس انه عيان. انت شفت ان الدكتور هشام كمان عنده حاجه، بيلبس دايما بدل رهيبه ونظارات قبل البدل. لا يعني هو يدخل الشخصيه مش جوه المستشفى، لا بره المستشفى كمان يعني. فتخيل انت كمدير مستشفى دكتور اسامه وعندك نموذج دكتور هشام، وانا متاكد ان في دكاتره ممكن تكون حاولت، بس ما بلاش انا والمدير لان انا والمدير انت بتصور اليافطه بس بره، عندنا مشكله مع بعض جدا. لا بس بجد المدير عندك متوافق ولا بيتخانق معاك؟ لا هو بص، يعني على حسب. في اماكن انا اشتغلت فيها كانوا كونزرفاتيف قوي وشايفين اللي انا بعمله ده مش حاجه تفيد الايمج بتاعت المكان. وفي اماكن لا، في اماكن امنت بالفكره وساعدوني وادوني تولز. يعني العربيه اللي بتظهر في بعض الفيديوهات في اوضه العمليات دي مكان امن بالفكره وانفستد في ان هو التولز دي يوفرها. فيعني مش كل الناس زي بعضيها، بس يمكن زي ما الدكتور اسامه ان انت المجتمع بيتغير، الناس بتتغير، والثقافات والقناعات كل شويه بتروح وتيجي.
فهو نوز ممكن يبقى قريب في مستشفى كل الناس لابسين فيها سوبر اتش. او بالظبط يعني المستشفى برضو يعني ممكن عند حضرتك تطبق الفكره تخليها اوريدي طبعا الفكر بيتغير، يعني احنا كنا من سنين طويله غير دلوقتي عندنا عربيه صح، الدكاتره اللي معانا الزملاء بيشوفوا العربيه ماشيه بتاعت الاوراق المستشفى تتمشى اللي بتشحن دي نفسنا حتى نركبها احنا، فالاطفال رايحين جايين بيها بتوع الاوراق، فلا الفكر بيتغير لهم البلاي جراوند لهم، فلا طبعا الفكره اكيد بتغير. وفي عندنا معالج نفسي وفي ناس بتقعد مع ناس بس عايزين اكتر واكتر، فاكيد طبعا الدنيا بتتغير. طب يعني هسألك بقى شوية برضه عن المؤتمر، بس أذنك شوية. احنا النهارده لما بنتكلم مش بس الأطباء اللي شايفيننا لكن كمان الناس شايفة. لو في ناس دايما تيجي تسألني سؤال، هو ايه لازمة المؤتمر أصلا؟ أنا استفدنا ايه وبهرجة وناس داخلة وناس خارجة وزحمة ودوشة وبتاع. ايه لازمة المؤتمر الطبي عامة للناس اللي هم البيشنت، لو المريض استفاد ايه أصلا؟ بص اقول لحضرتك الفكره ان احنا كنا يعني كان ماشي بالنسبه لنا ان احنا كنا بنتخرج نحضر دبلوم، نحضر ماجستير، وبعدين يخش في سوق العمل يشتغل بقى في المستشفى وفي العياده بتاعته الخاصه. الجزء اللي اتعلمه العلم دايما اللي ما بيزيدش بينقص معرفه، وبالتالي انا النهارده طب هزود منين؟ يعني فاهم ازاي؟ الجامعه اللي كنت بروح خلاص بقت بعدت عني المسافات، وبقى لي حياتي الخاصه، بقى لي عيادتي الخاصه، عشان اروح مش هحضر بقى تاني. طب هنحضر مؤتمرات. الجامعات لها دور عظيم جدا في الجزء الاكاديمي معظمنا، وده اللي بيدينا في الاخر الابحاث اللي بنشتغل عليها لينا ولغيرنا. ولكن الجزء العملي التطبيقي يمكن ده لما نروح حتى نحضر مؤتمر مع مشقه السفر ونروح الجامعه دي والجامعه دي والجامعه دي، بنلاقي برضو جزء يمكن، ومش كل الناس بتقدر، مش كل الناس بتتواصل لده، لكن يمكن حتى اللي بيسافروا المؤتمرات بيبقوا كبار الاطباء اللي الشركات تقدر تدعم، صغار الاطباء شويه صعبه. طب ازاي نعامل المعادله الصعبه ان انا النهارده بقى في الابديت يوصلني، ما يبقاش جاي لي مثلا معلومه من شركه، مع احترامي طبعا الشركات المندوب بيبقى بايظ شويه لانه بيدي فكره عن منتجه ان ده احسن حاجه في الدنيا، لكن عايز المعلومه مصدرها بس بشكل مبسط يوصل للدكاتره، حاجه تطبيقيه اشتغل بيها النهارده. انا مثلا جبنا كام واحد وقسنا فيهم كذا وطلعنا نتيجه كذا وبحث كذا ونشرناه، ده مهم جدا للبحث العلمي والتطوير، لكن اللي انا هشتغل بيه انا على الارض بقى ايه اللي هشتغل. فكانت فكره العلم المبسط يوصل للناس ازاي؟ عن طريق ان ربنا سخر لنا ساده اساتذه عظام لنا صله جيده بيهم، وبالتالي كنا احنا وسطاء ان هم يشرفونا ويجوا لنا لحد عندنا، عشان الناس اللي موجوده في بورسعيد والقريبين زمايلنا من دمياط زمايلنا من اسماعيليه يقدروا يوصلوا بسهوله ياخدوا العلم النافع اللي هو العملي المفيد. ولذلك من اول قعده قعدناها في اول المؤتمر قعدنا مع استاذ دكتور عاطف بيه دنيا، هو معلمي واستاذي، ورحنا قعدنا معاه في الحسين، صح كده يا باشا فاكر؟ فقعدنا معاه في الحسين وقعد اداني نصايح من هو الخبره بقى العظيمه ان هو يعتبر شيخ المؤتمرات، يعني مش شيخ سنا، هو طبعا شباب قلبا وقالبا وعقلا وكل حاجه، بس يعني مجرد ما مسك البروشور بتاع المؤتمر قال لك دي الورقه وزنها كذا خبره لا تقارن لحد النهارده بعد 16 سنه برجع لي. فهنا بقى الساده الاساتذه يشرفونا في المؤتمرات، يدوا العلم النافع للناس على الارض. النهارده بتيجي تحضر مؤتمر تختار محاضرات تحضرها وتروح تمارس عملك، غير اما اسافر واروح وارجع مشقه واقامه وتنقلات ومجهود وعطل. دي كانت كل فكرتنا نوصل ده، واعتقد ان احنا الى حد كبير يعني ناجحين بفضل الله. وزمايلنا برضو دكتور اسامه عرفه دخل في الموضوع معانا يدا بيد، اعضاء الجمعيه بورسعيد الحديثي ولاده هم كمان بيساهموا ان احنا نوصل ده للناس، لان دي امانه بان حد عنده علم الزكاه بتاعتها هو يطلع العلم او يوصل العلم من الساده الاساتذه التانيين للناس اللي موجودين على الارض، العلم النافع نشتغل بيه، يعني احنا نقدر نشتغل بيه النهارده. فدي يمكن وجهه نظر كمؤتمر. المؤتمرات اللي في القاهره برضو بدات، يعني هي فيها جزء بيبقى كده وجزء كده، في جزء اكاديمي مؤتمرات الكليات والاقسام، وده جزء اكاديمي مهم جدا لشغلهم، ولكن في مؤتمرات تانية شغاله على مستوى يقارب الفكر بتاعنا برضو بنحضرها معهم، اللي برضو بتقدم الفكر التطبيقي ان انا اشتغل بيه على الارض. الدكتور عارف النهارده ان المضاد الحيوي ده
خلاص لا المضاد هيقول لك كذا، الميكروب الفلاني، الدواء الفلاني ده خلاص ما عادش الدواء الفلاني، جرعات العلاج كذا، التشخيص بقى بيمشي بالطريقه الفلانيه بدل الطريقه العلانيه. ويمكن ده كمان اتجاه احنا بنشتغل بيه دلوقتي، يعني في الرعايه الصحيه والتامين الشامل بدا يبقى فيه بروتوكولات نشتغل بيها ولازم ندرب عليها ولازم نطبقها ويراجع التطبيق بتاعها فعلا ولا لا، ونتائجها وقبول الناس ليها ونتائجها مع المريض. يمكن ده حاليا على ارض الواقع يمكن ما عادش بقى في فرق كبير بين مستشفى جامعي ومستشفى حكومي او تامين. طبعا الفرق طبعا في الجزء الاكاديمي الهام جدا بالنسبه اللي بيأدوه وان هم بيتعاملوا مع حالات صعبه، لكن احنا بدانا نخش في الموضوع بوجود علم زي كده، فدي فائده المؤتمرات طبعا. عايز اكلمك النهارده على حاجه بقى، الدكاتره والتيك توك، في الحلو وفي الوحش، انت مع ولا لا اصلا في الاول؟ يعني ظهور دكاتره كتير قوي، في ناس تطلع تعمل حاجات لذيذه، في ناس بتطلع تقدم معلومات، وفي ناس بتطلع تقدم اشاعات وما تيجي ترجع الساينتفك بتاعهم يقول لك مثلا تلاقيه كاتب لك بره ما تاخدش الحقنه دي، بس هو جوه الفيديو يقول لك انا باخد حقنه. وانت عارف الناس بتاخد ده، يعني انت راجل قديم في السوشيال ميديا، الناس تاخد بتاع اول 3 ثواني. ايوه صح. بص انا مع بص يعني هل في خلاف ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت الكورنر ستون في العالم ده؟ لا مفيش خلاف. يعني معرفش انت شفته ولا لا، من كام يوم كان ترامب بيحتفل باول فيديو تيك توك من البيت الابيض من الاوفل هاوس. يعني انت بتتكلم في ايه؟ كويس، مفيش خلاف ان السوشيال ميديا مهم، التواجد عليها دي حاجه ترجع لك انت. يعني انت عاوز تتواجد اولا ولا لا؟ لان انا برضو فيما يتعلق بالدكاتره شفت ناس كتير على حسب اجيال، يعني في اجيال مقتنعه انه السوشيال ميديا مش هو المجال اللي يتواجد فيه الاطباء والطب عموما، لان مش ده المكان اللي تقدم فيه المعلومه تقدمها في العياده او تقدمها في مؤتمر او في حاجه زي كده. مش معترض، بس يعني ده قناعه كل واحد. انما جدا لازم في رايي لازم تتواجد لو انت عاوز تشتغل هذه الشغلانه في العصر ده، لازم تتواجد. تتواجد ازاي بقى؟ دي ترجع لك. عاوز تقدم حاجه تهزر وتضحك، اهلا وسهلا. عاوز تقدم معلومه فعلا، اهلا وسهلا. تقدم المعلومه دي بشكل ازاي؟ بس اللي انا بقوله لزمايلي الدكاتره، ودعيت في كذا مؤتمر ان انا ادي محاضره دي عن السوشيال ميديا ودورها في البيزنس الطبي دلوقتي. احنا الناس اتعلمنا كويس ازاي ايه المعلومه الصح وايه المعلومه الغلط، وتعلمنا ازاي ندور على المعلومه الصح. يعني اعتقد كل الناس اللي مرت بخبره ان انت هتعمل رساله ماجستير، هتعمل بحث بغض النظر عن اكاديمي او لا، فانت كلمه بحث اصلا هي ان انت بتدور على معلومه اوثنتيك، معلومه صحيحه. فالدكتور اقدر واحد على انه يدور على المعلومه الصحيحه ويبقى عارف. لما تيجي بقى تبيع نفسك، وانا اسف والله في الكلمه، بس والله هي الترجمه الحرفيه للقصه كده، هو كل من بيقدم خدمه او سلعه هو بيبيع حاجه. في حاله الدكتور هو بيبيع الخدمه وبيبيع نفسه كمقدم للخدمه. يعني ايه بيبيع نفسه؟ يعني بيحط نفسه في ديسبلاي في فاترينا ازاز للعرض، واللي عاجبه اهلا وسهلا يمد ايده نزل ايدك، واللي مش عاجبه خلاص. حلو. فلما تيجي تبيع نفسك او تبيع معلومتك او جهدك، حاول بقى قدر استطاعتك انك تبيع معلومه اوثنتيك، معلومه صحيحه. هقول مثال في جراحه الاطفال مؤخرا، بعض الزملاء في جراحين الاطفال عملوا شويه من الفيديوهات علشان يقولوا للناس ان في طريقه معينه لاستخدام جهاز في الطهاره اللي هو الجونكو ده، انه ده أأمن. شوف المعلومه بقى بتتباع ازاي، أأمن طريقه لعمل الطهاره. حلو. هل المعلومه صحيحه؟ الاجابه لا، لان عشان اقول أأمن يبقى في دراسه مقارنه اتعملت ما بين الطرق المختلفه، وبروسبكتيف وراندومايزد وكنترولد وحاجه قارنت بقى على مدار زمن هذه الطريقه مع طرق اخرى، ثم خرجت بهذه الريكومنديشن. هل ده موجود؟ لا. طب حلو قوي، امال انت بتبيع المعلومه دي ازاي؟ كمل المعلومه لو انت عاوز، قول أأمن في ايديا انا. ماشي، عينيا الاثنين.
انما معنى المعلومه لما اقول منفذيا ان الباقيين ما بيعملوش غلط، انما هو ما باعهاش كده. فبقت كل بتكلمني حضرتك بتستخدم جهاز الجمجم، اقول لها جمجم ايه يا فندم؟ ما فيش جمجم دي اصلا. يعني ماشي. فده اللي بقوله، ان انت حاول كدكتور تدور على حاجه تانية تبيع بيها نفسك، غير انك تلعب في المعلومه الصح او تقدم معلومه مش كامله او منقوصه او فيها مشكله. كان في دكتور من فترة كان عمل حاجة كده، كان تقريبا نساء وتوليد تقريبا. اللي تصور مع الناس البيبي كلها تصور مع البيبي، وكان قاعد على كان العربية عامل برضه. فيديو والناس كتير قالوا انه كان بيقلدني، بس يعني بغض بس بس الناس هجمته، خيشت الناس هجمته جامد. هو اعتذر بقى. ما هو بص، توفيق ربنا طبعا قبل كل حاجه، بس يعني برضو لما تختار انك تظهر قدام الناس، لان تاني انت بتظهر في ديسبلاي قدام العالم كله، فانت في شويه حاجات خطوط حمراء لازم تبقى فاهمها، وتحاول قدر استطاعتك ان انت يعني تبقى حذر في الطريقه وفي الشكل وفي الاداء، لان مش اي حاجه الناس هتستقبل. يعني كان في دكتور جراح تجميل، جراحة التجميل طبعا لا وما عليها يعني فيها كمية مش خطوط حمراء بقى، ده فيها يعني في السرينة يعني. عمل حاجة أنا اتفرجت على الفيديو يا نهار أسود، إيه ده؟ إيه فيعني تاني الدكتور برضو بغض النظر عن إن أنا يعني موافق على إن أنت تكروس بعض الباوندرز، إنما لا، في حاجات ما ينفعش. طب إيه الحاجات؟ لا، الحاجات اللي ما ينفعش يعني في حاجات اخلاقيه، حاجات دينيه ممكن تقول عليها، انما الاخلاقيات يعني مثال الدكتور اللي اتصور مع البيبي، اختار انه يقعد على الترولي مع ماما، وماما لسه خارجه من اوضه العمليات وعامله قيصريه وقاعد ما بين رجليها وماسك البيبي. يعني لا، ما تطلعش كده خالص. ما كانش عندي مشكله خالص ان كان ممكن بابا اللي يقعد في المكان ده شايل ابنه وهو قدامهم عينيا الاثنين، كانت هتبقى يعني مقبول. ده اللي بقوله، ان في باوندرز يعني لازم تبقى اوير شويه انت بتعمل ايه. طب دكتور أسامة، يعني برضو انت شايف السوشيال ميديا، وانا يعني حضرتك برضو على السوشيال ميديا مستخدم جيد على فكرة من زمان جدا، يعني متابعه ومونتاج وكل حاجة يعني. الذكاء الاصطناعي بيجيلك كام بقى حاجة بالليل كده يقول لك دكتور أنا دخلت الإشعاع على شات جي بي تي وكلام حضرتك غلط، أو شات جي بي تي قال لي 1 2 3 4 5 6 يعني عشان ليه عالجت عشان لا، استخدام الشات جي بي تي الايام دي وجيميناي ومش عارف ايه، حاجات كتير. ايه رايك في موضوع الاي اي يعني؟ هو نفس الجمله بتقال، انا بشتغل ب 40 سنه زي ما انت عارف قبل فنفس لا قبل جوجل بس يعني مثلا ماما قالت، بيقولوا تيتا قالت، صاحبتي، جارتي، مش عارف ايه، بنت عمتي، نفس الكلام اللي هتعالج. طب فلان في مهنه تانية يعني مش قريبه من الطب قال لي خليه يعالج، مش مشكله. فطبعا بتتكرر بس بشكل تاني. قريت على الفيس، خلي الفيس يعالجك. قريت على دلوقتي في الجوجل، خلي جوجل يعالجك. وصلنا شات جي بي تي، خلي الشات يعالجك. بالك ازاي؟ لان هو مش هقول مفيش حاجه تقدر الطب ما اقدرش اتنبأ، ممكن يبقى في حاجات زي التطبب عن بعد وما الى ذلك يعني، بس مش هيغني بشكل كامل. احنا بنعتمد على الكمبيوتر، بنعتمد على اجهزه في تحاليل. هل الدكتور كان بيحلل زمان انبوبه وصححها وبتاع؟ لما جاب جهاز بقى كده استغنى عن الطبيب؟ لا، لكن هو تطور العلم مطلوب. وهو زي ما انتوا بتتكلموا على الدكتور سلعه، او مش معنى سلعه او ان هو بيبيع نفسه ان كلمه وحشه، او قصدي دكتور هشام ان انا التسويق لنفسي، مش تسويق نفسي ان انا ببيع نفسي. تسويق نفسي زي اظهر بالشكل اللي يبقى اوصل صورتي صح، وبالتالي زي اي سلعه بتباع فيها الجيد وفيها رديء. واعتقد ان احنا هنوصل نطلب جهاز حمايه مستهلك زي السلع للطب برضه. اعتقد قريبا لازم يبقى حاجه زي كده، زي ما حصل ايام الكوفيد، وكان كميه معلومات مغلوطه طلعت لدرجه انه منظمه الصحه العالميه اول مره تعمل اداره اسمها الانفوديميك، يعني بدل بانديميك او ايبيديميك، انفوديميك، عشان المعلومات المغلوطه. فكل يوم يطلعوا مجموعه من الايه، لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مظبوط، لان كميه طبعا مع انتشار السوشيال ميديا اول مره يبقى ابيديميك وفي سوشيال ميديا، ففي اخبار كتيره غلط. فطلعوا اداره مخصوصه واول مره تحصل للانفوديميك اللي هي الوباء المعلوماتي. فنفس الكلام اعتقد قريبا هنحتاج جهاز حمايه مستهلك للمعلومات الطبيه، ده اكيد يعني.
طب واستخدام الطبيب للاي اي هيتقبض عليا. تقلقش اول واحد البوكس راجع بظهره ما تقلقش. ده بعد اذنك بس. لا البوكس مستني، لا، أمشي. هيستنى. هم عارفين مستنيينك، وراجع بظهره على الباب. طيب الاي اي استخدام الدكتور بقى يستفيد منه ايه يعني يستفيد من الاي اي ازاي؟ هل ممكن يستفيد ولا الدكتور اعلى من الاي اي؟ لا طبعا يستفيد اي جدا، هو دخل في مجالات الطب من زمان. مم. يعني احنا يمكن حضرنا اللي حضر من حضراتكم بتوع راديولوجي، شغالين في راديولوجي، يمكن استاذ دكتور احمد الصرفي استاذ راديولوجي وحاليا شغال في الامارات، ودخل رجع مصر، بدا يجي مصر كتير، وبدا يتكلم عن الانهانسمنت بتاع راديولوجي، وان بدا عرض العيان لجرعه اشعه عاليه عشان ابين قوي الليجن اللي انا باخد بالاشعه العادي، واوفر عليه جرعه اشعه، وادخل الصور دي في الاجهزه اللي بتتعامل بالذكاء الاصطناعي، وانشا شركه لهذا الموضوع، وبدا يخش مصر، بدا يتعاقد مع مستشفيات خاصه، ودخل طبعا في التامين، وقابل السيد رئيس هيئه رئيس مجلس الاداره. فالاي اي اوريدي موجود في حاجات كتيره، فاكيد زي اي حاجه تخش جديده هيبقى لها اضرارها ولها فوائد، وهتتعلم ازاي تشيل السيء وتتجنبه، زي بالظبط لما واحد بيتعلم يفتح خزنه، فانت بتعمل خزنه بطريقه فلانيه، بقى بيتعلم يفتحها بطريقه تانية، فدايما يبقى في ده وفي ده يعني. لكن اي جديد اكيد مش هيبقى دار كليات ولا في. نعم خزنه فيها اقول ايه؟ لك بعد. دكتور هشام، سوبر اتش الاصل الاسم بقى، انت عملت حاجه اسمها سوبر اتش قبل كده وانا عن نفسي عجبتني. انا عارف انت اتكلمت عنها قبل كده ان هي كان نفسك تعمل احسن منها، فقول لي بقى اللي جاي ايه. مش يبقى بتبان. فانت بتفكر تعمل لا، إيه؟ بحلم لما يعني. اتكلمنا في التليفون رصينا. والله يعني عندي احلام وطموحات كتير للسوبر اتش ده. لان مش عارف، انا قلت لها بتهيألي واتسالت هذا السؤال قبل كده. يعني وقت ما كنت بنبني الكاركتر، قعدت اعمل ريسيرش شويه. فدورت هل مارفل ودي سي اللي هم في الاماكن اللي اخترعت فيها معظم السوبر هيروز، يعني هل دول عندهم سوبر هيرو دكتور؟ فلقيت كان في يعني دكتور سترينج كان دكتور، بس ما كانش السوبر باور بتاعته ان هو بيستخدم ده في انه يساعد الناس انها تخف، انما كان دكتور كان جراح مخ واعصاب. انما تخيل بقى الغريب ان معظم الفيلنز، في كتير فيلنز دكاتره. انا اسف والله، بس الشريرين دكاتره عاده يعني. لازم فينا حته دي. فالمهم، بس ما لقيتش التيمه دي، التيمه ان سوبر هيرو ويبقى السوبر باور بتاعته ان هو بيساعد الناس انها تخف وانها تشفى. فبحلم يعني طبعا انه يبقى سوبر هيرو دكتور، ويبقى كاركتر الناس عارفاه وبتحبه. واللطيف ان انت لو وصلت لهذا الهدف، في ابلكيشنز بقى لا حصر لها ممكن تطلع من القصه دي. يعني سبايدر مان اللي ما فيش اعتقد طفل هتساله دلوقتي بيحب سبايدر مان ولا لا، مش هيفكر ثانيتين يعني اذا كان بيحبه ولا لا. ويمثل سوبر بالظبط كده. فلو انت، ماذا لو ان انت بقى السوبر اتش ده محبوب من الاطفال زي سوبرمان، زي سبايدر مان؟ ايه اللي ينشأ عن كده؟ زي ما انت عاوز منه. تعالى نعمل مستشفى بكره نسميها سوبر اتش، ينفع نعمل حضانه مدرسه، تعمل له كاركتر تحطه على تي شيرتس على بتاع. يعني هينتج عن كده ابلكيشنز عديده جدا. بتمنى ذلك وبأمل من الله ذلك، وإن كان يعني أنا عارف إن الطريقة الرئيسية لأن أنت تخلي ده كاركتر محبوب هي الشاشة دي. لأن هو تعالى نسأل نفسنا، هو سبايدر مان بقى كده إزاي؟ اللي عمل له فيلم كسر الدنيا، كوميكس الاول كوميكس. فبقى كده. فلو أنت عملت دراما أو فكرة أو حكاية أو رواية مربوطه بالطب، مربوطه هو السوبر هيرو ده السوبر باور بتاعته ان هو دكتور وان هو بيساعد الاطفال ان هم يخفوا. فيعني متخيل انها تيمه حلوه. طب واقرب حاجه ان شاء الله ممكن نشوفها، بتفكر في ايه؟ اي نفسك تنفذها؟ لا، عندي حاجات كتير. لسه كنت بحكي للدكتور فين هو راح فين. بص اقول لك على حاجه. مشكلتي مع الطب عموما ماده هي الحياه،
صح يا بيه، حلوه. الطب هو الحياه، الطب هو الحياه. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه في الحياه دي كلها مش مربوطه بحاجه متعلقه بالانسان واعضائه الداخليه ومشاكله. حلو جدا. طيب، مشكلتنا ان المفردات اللغويه اللي احنا بنستخدمها طف وصعبه وناشفه وللاسف خصوصا في مجتمع زي مصر مش هتلاقي ثقافه وطريقه تعليم يعني عند المجتمع قوي ان هو فاهم. يعني انا جربت كتير ان انا اقول لواحد في الشارع اصل البنكرياس فيه مش بنكرياس ايه يا معلم بتتكلم عليه؟ ايه البنكرياس ده اصلا؟ فدي حاجات انا واقف عندها. طيب ايه الطريقه نلف حوالين الفيلم ده ازاي بقى؟ هل ان انا هقعد اشرح له ايه البنكرياس وفين وبيطلع ايه والانسولين وبتاع؟ ما اعتقدش ان دي الطريقه. النهارده العيال عايز تسمع المعلومه الصغيره قوي. حلو، امزجها بقى بشويه كوميديا، بشويه افيهات وحركات، هتلاقي ان مقبوله الامور اكتر. اتفكت شويه. مقبوله اكتر. فيعني ده اللي طول الوقت بفكر فيه، ان انا احاول اعمل حاجه على السوشيال ميديا او غيرها، ان امزج المعلومه الصماء الناشفه التف دي بفكره اخف شويه، فانت تبتسم وتتبسط وبتاع وتتفرج. فممكن على حس ان انت ابتسمت واتفرجت ابيع لك عليها حاجه تانية. يعني هيالي هو ده الاونلي واي فورورد يعني. دكتور أسامة، يعني طبعا هو دكتور هشام موجود ومشهور وبشوفه كل يوم، بس ايه اللي خلاك تفكر ان انتوا تعملوا النهارده القصه دي مع بعض؟ يعني انتوا اصحاب الفكره يعني. هو الحقيقه ان انا بلمس ده، يعني يمكن انا من سنين طويله وتعرضت لتجربه ان كان بيفرض عليا ابقى متواجد في مكان ده من فتره طويله قوي يعني، والمكان ده بيعالج طفل بمرض مزمن. فالطفل ده كان بيخش الاريا نفسها والمنطقه دي ويفضل يصرخ. طفل عمره سنه 3 سنين، سنتين، 3 سنين الا يعني، يفضل يصرخ. لو مرض مزمن يعني وعلاجه صعب، يفضل يصرخ مثلا 3 ساعات متواصل، من ساعه ما يخبط المستشفى لحد ما يسد. لو هيتعالج 3 ساعات يفضل يصرخ 3 ساعات، لو هيتعالج 5 ساعات يفضل يصرخ 5 ساعات، والصريخ فظيع يعني مش البني ادم يتحمله، لا يمكن يعني. فطبعا اكيد في حل تاني، اكيد ده راجل خلاص هو الطفل ده مش هيخف دلوقتي، يمكن ما يخفش خالص، وكده كده لازم يتردد ولازم ياخد حقن كتير ولازم يتشكشك كتير ولازم حاجات مؤلمه متكرره، فلازم في حلول تانية. ايه الحلول دي؟ اكيد حلول غير تقليديه. يمكن مش هقول خارج كتب الطب، لكن لازم تبقى اوت اوف ذا بوكس زي ما بنقول، بحيث ان هي لازم في حلول. ومش ده بس، يعني في تجارب تانية بنشوفها وبنسمع عنها. لا، لازم في حلول غير تقليديه. بالاضافه لده برضو في مجال عملي نفسي، برضو اي طبيب بيخش مجال العمل بيحاول يكون افضل ما يكون علميا وخبره، ويقرا ويسمع ويسال وبتاع ويدور في المريض. يمكن الجزء التعامل النفسي مع الاطفال برضو شويه بيبقى احيانا او في كثير من الاحيان ساعات مش موجود قوي. يعني بيبقى يمكن انشغلنا بالتشخيص والكلام ده اكتر، يمكن شويه مع السن والخبره، يمكن شويه ما سمعنا ان في حاجه اسمها كوميونيكيشن سكيلز ومهارات تواصل مع البشر عامه. يمكن برضو يعني حسينا وشفنا ميديا حاجات بره سبقونا في قصه زي كده. طبعا سوبر اتش اكيد اثر يعني شويه. فلا، اكيد الاتيتيود في التعامل مع الناس بيختلف يعني مع الاطفال، يعني غير ان انت تبقى الدكتور اللي داخل يكشف ويعمل او يدي حقنه او يدي تضعيف او يسحب عينه او يخش عمليات. فاكيد برضه لازم في جزء منه يراعي الجزئيه دي. معلش انا عارف ان احنا طولنا، بس انا عندي سؤال بقى جاوبني عليه بصراحه. يعني ايه الفكره اللي كنت عايز تعملها والمستشفى منعتك؟ لا، في افكار كتير يعني. انا اكتر واحده دمك اتحرق عليها. هقول لك، انا كان نفسي ان الترولي والكرسي بعجل، اللي هو الحاجات العاديه اللي هي وسائل المواصلات بتاعتنا جوه المستشفى، انا بركبها معلش بقى بس. انا بركب على الترولي طول الوقت يعني. طب ليه يبقى شكله ترولي؟ يعني ليه ما نخليهوش سفينه فضاء مثلا؟ ينفع زي عند الحلاق كده فيها عربيه اللي مثلا. مثلا سفينه بتاعت قراصنه، عربيه، سبيس شيب. يعني ليه
بس والله حاولت وبعدين قالوا لي يا فندم احنا الترولي ده جبناه بألوفات يعني عاوزنا نبوظه بقى عشان حضرتك طب بتحلم ما نعمل واحد. ما نعمل واحد. نزلنا للنجار، والله يا ابني انا الحاجات دي كلها حاولت فيها. فالراجل قاعد يبص لي كده، ايوه انت عاوز ايه دلوقتي؟ قلت له ايوه الترولي ده عاوز احط له بس جناب كده واخليه ليه جناحات وبس. لازلنا بنتكلم بقى من ساعتها. المشكله عند النجار ما طلعش من المستشفى يعني. طب انا عارف انها طويله، بس انا عايزك تسال دكتور اسامه سؤال للبودكاست، شايف من افكر فيه براحتك، ودكتور اسامه هيسالك سؤال براحتك. ليه سباك تاني بقى؟ بس يعني سؤال متعلق بالبودكاست ولا بالمؤتمر؟ اي حاجه، اي حاجه. اسال عن النجار براحتك. عن النجار. نعرف نجارين كويسين. والله لو تعرف حد يساعدني بيبقى نفسي عاوز السرير نعمل نعمل له ترول يعني. نركب له جناحات. ايوه. والله يا بيه انا حاسس حضرتك، بس يعني سؤال، هل تعتقد في مرحله من المراحل يا رب تبقى قريبه يعني، هل ممكن تشوف حضرتك في المستشفيات يعني الحكوميه، خلينا نقول الحكوميه عشان حضرتك عارف هذا القطاع، الفكر اللي احنا بنتكلم فيه ده هيتنقل هناك ولا يظل حبيس ادراج الراجل اللي بيعمل المونتاج بتاع البودكاست ده؟ هو الفكره طبعا الدنيا مش هتقف، محدش يقدر يوقف التطور. الفكره هاو فاست يعني خلال قد ايه، هو لازم هيحصل. يعني اتمنى ان احنا نشوف البتاع ده في حياتنا. يعني اولا الطب بيتغير او الخدمه الصحيه بتتغير، خريطه الخدمه الصحيه اختلفت. مستشفيات ان شاء الله ما تشوف المستشفى، بس في فرق، ما كانش مستشفيات الحكومه من سنين طويله. التغيرات دي اكيد هيصاحبها تغيرات في الفكر وفي كل حاجه. انه خلال مثلا اقل من 5-6 سنين هتبقى كل مصر بتشتغل زي ما كنت سعيد، والمدن اللي فيها رعايه صحيه بتشتغل زي البرايفت سيكتور يعني. فاعتقد نفس الفكره لازم هيبقى موازي لده، انه يتغير. بس الفكره هاو فاست يعني ازاي، لكن لا شور طبعا لازم هيحصل كويس. سونر اور ليت. انا مبسوط هيك متفائل ده هيحصل. لسه الدكتور هشام بقى السؤال. هسأله سؤال. قول لي يعني طبعا وحضرتك بدأت الموضوع ده انت قلت لي من بعد الكورونا تقريبا 21 سنة 21 4 سنين داخلين في السنة الخامسة. أكيد في فترات تحس إن في حاجة بتعملها حلوة، بتنام مبسوط بالليل إنك عملت حاجة كويسة، وده أكيد حصل كتير جدا جدا جدا. وأكيد في أيام وأكيد قليلة لكن أكيد بتحس بإحباطات وأسبابها كتيرة لا نهائية. مش هنجلها، أنا متابع برضو يعني السوشيال والكلام اللي بيتقال. يعني هو ايه اللي بيخليك ان انت تستمر في الفكر ده؟ ده سؤال متشعب في 3 أسئلة. هل هتكمل بس كأداء على نقلة الأطفال بس، ولا السوشيال ميديا هتشدك انك تبقى توكر بس؟ قول لي يعني. يعني وطبعا انت ماشي على عارف على ايه يعني، على على سطر وتسيب سطر. ماشي على الشوك يعني. انت برضو طريقك محفوف برضو بالايه، بالتابوز والحاجات دي كلها. الخطوه الجايه يعني عارف انت بداتها بالصدفه. يعني بص حاجه يعني صدفه على لما لقيت الصدفه حلوه فابتديت تشتغل عليها مش انت صاحب فكره تيك توك؟ مش انت اللي عامل؟ لا مش فكرتك انت اصلا؟ لا خالص. يعني هقول لحضرتك الولاد، هقول لحضرتك يعني هو سبحان الله هم تزامنوا تقريبا في نفس الوقت. يعني انا عملت سوبر اتش اول حلقات اللي انت شفتها ورحنا ورحله لطيفه جدا جدا. انا استمتعت بالرحله يمكن اكتر من التصوير نفسه، يعني ان احنا نبني الديكور ونعمل الستايل المكان والبدله وتفاصيلها. وبعدين في نفس الوقت تقريبا داخل انا اعمل عمليه بالليل الساعه 11 12 زي ده الطفل، ولقيته حبيبي مرعوب خايف جدا. وانا بحب اقول دايما للاهالي ان احنا شبه ايه، شبه الفرارجل.
فرارجي عنده قفص كده مليان فراخ وبط ووز وبتاع، وبيروح بكل سهوله كده وهو قاعد كده يروح شاند كده وماسك بتاع من رقبتها وخش خش. فالناس معتبرانا زي ده بالظبط، هو انت بتروح واخد الولد من وسط اهله وداخل بيه العمليات، ولا مراعاه بقى اللي الماما اللي واقفه منهاره عند الباب بتعيط، وتيتا اللي بتكلمها حبيبي تيتا وديتنا كده ازاي. فالولد دخل العمليات، وعلى حظنا مش فاكر التخدير يعني لسه بيجهزوا الاوضه وبتاع، فهو قعدنا مركونين بره نص ساعه مثلا ولا حاجه. فانا قلت له طب ما تيجي، يعني انا كنت بعمل ده قبل العصر السوشيال ميديا، بس ما كنتش بهتم ان انا ادوكيومنت ده واوثقه بان احنا نعمل تيك توك. فقلت له طب انت يعني ايه اللي بيخليك مبسوط، بتعمل ايه في البيت؟ فقال لي ده انا بحب اتصور وبعمل فيديوهات تيك توك. فقلت له انا معلومتي ان التيك توك ده حاجه عيب وحرام، مش المفروض ان احنا انت ازاي يا ابني بتعمل تيك توك كده؟ فالمهم انا كنت منزل الابلكيشن خلصت يعني، بس ما كنتش يعني بستخدمه قوي. فوريني راح قال لي طب تعالى نفتح التيك توك وازاي نصور وازاي نبوز وازاي نبطل. الطفل نفسه هو اللي قال لي والله، هو اللي قال لي، انا ما كنتش اعرف، مش انا. لا ده انا عاوز اقول لك ان خلال كمان الرحله دي كل التفاصيل الفنيه بتاعه تسجيل الصوت ومنتجه الفيديو وانك تبطئه لو انت مش حافظ، والحاجات دي كتير من الحاجات دي الولاد اللي قالوها لي، مش انا ما كنتش اعرفها. ف فتزامن سوبر اتش مع عمل التيك توك، يعني ابتدينا تقريبا في نفس الوقت. مطلوع ومره واحده لقيت التيك توك ده، عملت فيديوهين 3 مش فاكر في اوائل الفيديوهات انتشروا بشكل انا نفسي اتخضيت. يعني مره واحده الاكاونت مثلا كان عليه 1000 فولور ولا حاجه زي كده، نط مثلا 20,000 في خلال ايام، ثم 50,000 ثم 100,000. في ايه انا؟ ولقيت الفيديو بيعلق عليه ناس من الصين، من الهند، من البرازيل، من كوبا ايه؟ او انت فهمت ايه اصلا؟ انا قلت ايه انت فهمته عشان يعني تعمل لي لايك ولا تفولو؟ يعني انا فعلا اتخضيت. وبعدين ابتديت في نفس الوقت ده لقيت واحد بيكلمني، انا من البروديوسرز بتوع الشوبين، اهلا وسهلا، هو اتفرج عليك على التيك توك وشاف سوبر اتش وبتاع وعاوز يجي، وهو عاوز يطلع معاك. شوف الكلام بقى، اللي هو اللي يطلع معايا يعني. يطلع معاك في حلقه من حلقات برنامجه رمضان، وشرطه او طلبه يعني ان نفصل له بدله بتاعه سوبر اتش على مقاسه، وبعتوا لي مقاساته بتاع، وان هو جاي مصر مش فاكر في اكتوبر ولا حاجه، فهنصور الحلقه دي لما يتم. والمذيع اللي هيلبس بدله سوبر مش حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده ولابس البدله فعلا وعملنا حلقه. في نفس الوقت ده لقيت واحده بتكلمني قالت لي انا المراسله بتاعت رويترز في مصر. قلت لها اهلا وسهلا، خير واموري، انا عملت حاجه وحشه يعني ولا اللي حصل؟ فلقيتها بتقول لي احنا جايين عاوزين نيجي العياده عندك نصور ارتكل عن اللي انت بتعمله مع الولاد وبتاع. رويترز بجد وعرفتوني منين؟ فعاوز اقول لحضرتك يعني ان خلال الرحله دي لقيت ان اللي بتعمله ده ليه صدى، وده يخليك تاني السوشيال ميديا متشافه على مستوى العالم، متشافه حتى لو بتعمل حاجه صغيره وانت تظن انها مش مؤثره، لا يعني trust me من موقع يعني experience لا بتفرق جدا. ابتديت بقى مع الرحله دي ان انا اعمل حاجات انفست في نفسي يعني واعمل حاجات، فاخدت ورش تمثيل وخدت حاجات، فمؤخرا بعمل دور في مسلسل يعني. والله صبر حلو اول مره يعلن. انما اتسالت السؤال ده، هل لو الدنيا دي مشيت يعني وابتديت بقى تظهر في المسلسلات وبتعمل برامج وراجل اعلامي يعني، هل هتسيب الطب ولا لا؟ ويعني اعتقد ان الطب ده، او يعني اذا كان هشام ومتشاف ان هو شاطر او بيقدم حاجه، فهو الاساس فيها ان هو دكتور، ان هو جراح اطفال، ناهيك عن انه دي حاجه
يعني جزء اصيل جوه الحته اللي قاعده قدامك دي ان انت جراح، انك بتعمل حاجه للولاد، والحاجه دي برايسلس، يعني لا يعدلها شيء ان انت تسمع من ام واب ان احنا كنا جايين لك بكارثه، بمصيبه، بابننا كان عنده مشكله وخرجنا مبسوطين، والولد ده ربنا شفاه وكمل. دي حاجه لا يعدلها شيء، وبالتالي دي حاجه مش مستعد للتنازل عنها. ممكن تعمل كومبرومايز، يعني تحاول تمشي كل الحاجات مع بعضيها، بس ما اعتقدش ان انا لو خيرت يعني هسيب الطب يعني. كده كده هل في محطات عالميه اخرى تواصلت مع هذا غير رويتر؟ يعني خلال يعني CBS نيوز الامريكاني، لقيتهم بعتوا لي ميل وقالوا لي ان احنا عاوزين نستسمحك بالظبط كده، او يعني تدينا بيرميشن ان احنا نعرض الفيديوز دي عندنا على CBS. وعملوا معايا سكايب انترفيو على CBS. في بقى مواقع كتير، حاجات سوشيال ميديا برضو بعتوا لي ادينا بيرميشن ان احنا نعرض فيديوز. في حاجه قبرصي كلمونا وعملنا برضو زي ارتكل او حاجه زي كده. يعني ادعي جوه وبره في شويه حاجات وسط العالميه. جوه وبره. انت انا جيت بورسعيد يا باشا، ده انا كده ده العالميه طبعا. شرفت لك. انت نورتنا بجد. الله ايه رايك في بورسعيد ولا لسه ما لفتش؟ هايله ما لفتش هو يعني، لسه بس هيروح المستشفى بكره. ان شاء الله. ان شاء الله. لا هتعجبك، التأمين الصحي هنا حاجة أوروبية خالص. ونورنا في بورسعيد هو له اصل له جذور بورسعيد والله. وكان بيجي بورسعيد بفتره قريبه كمان في ويصيف بس كده في حته يعني. دكتور أسامة، مبروك على المؤتمر. إن شاء الله منتظرين مؤتمر 17، ومبروك النجاح المؤتمر، وبشكركم كلكم جدا، وآسف إن احنا عطلناكم، ويا رب الموضوع كان يبقى لذيذ ويضحكوا يعني. شكرا.